يسجل هدف التعادل. شفنا برشا فرص، لكن ديما تقعد تخوف الكونتر معناتها والرابيديتي نتاع المنتخب الفرنسي. اكيد ممكن توصيات كانت واضحه ومع تعديل الاوتار بين شوطين. شفنا المنتخب المغربي في الشوط الاول كانت اغلب الهجمات على الجهه اليمنى عن طريق اشرف حكيمي. من بدايه الشوط الثاني لحد اللحظه تقريبا 16 دقيقه لعب اغلب الهجمات صارت على الجبهه اليسرى بعد دخول عطاي الله. بالنسبه للتمريرات وشفنا تحركات لاعبي وسط الميدان في الضغط على حامل الكره، قطع الكره في مناطق المنتخب الفرنسي قبل الدخول نتاعها، في مقابل انه مدرب المنتخب الفرنسي شفنا تكتل دفاعي ورجوع في التغطيه مع البحث على الهجمه المرتده السريعه اللي كما تعودنا معناها الهجمه بناء الهجمه نتاعهم على الجبهه اليسرى عند مبابي، وهذا اللي خلى وليد ركراكي يثبت تقريبا اشرف حكيمي اللي ما شفناهش تقريبا في 16 دقيقه لعب الا في محاوله واحده يتيمه معناها اللي خرج فيها. اغلب الهجمات اللي قاعده تصير على الجهه اليمنى كان يتحرك لها عز الدين وناحي، هو اللي يتحرك، هو اللي وهذه تقريبا هجمه منهم. اغلب الهجمات على الجهه اليمنى باش يعمل بها التوازن قاعد يتحرك فيها عز الدين وناحي، فما تقارب بين الخطوط اكثر، فما حركيه اكثر على مستوى خط نص الميدان. شفنا المنتخب المغربي حاليا بالارقام لو نشوفوا نسبه امتلاك الكره واصل نسبه 50% في مقابل 36% للمنتخب الفرنسي، 14% هي كرات معناها مشتته في وسط الملعب. بالنسبه للعمليات في داخل المنطقه فما 11 للمنتخب الفرنسي مقابل 7 للمنتخب المغربي. خارج المنطقه فما 3 هجمات للمنتخب المغربي، 2 لتصويبات المنتخب الفرنسي. شفنا الجهة اليسرى للمنتخب الفرنسي اللي فيها حاليا 10 هجمات في مقابل 3 للمنتخب المغربي. على العمق 3 هجمات للمنتخب المغربي مقابل هجمتين للمنتخب الفرنسي. الجبهة اليمنى للمنتخب المغربي قائمة لحد هاللحظة 9 هجمات مقابل 6 للمنتخب الفرنسي. شفنا الكرات البينية بين الخطوط، المنتخب المغربي حاليا وصل 46 تمريرة بينية بين الخطوط في مقابل 36 للمنتخب الفرنسي. شفنا اللي التعديل اللي صار على معناها بين شوطين، خاصة بتغيير الظهير الايسر للمنتخب المغربي، اعطاهم اكثر معناها ثقة، توصيات بتقارب الخطوط اكثر، بحركية اكثر. شفنا نفس التوصيات اللي تكلمنا عليها في الشوط الاول اللي تخص المحورين الاثنين في التحرك، شفناهم تو تقريبا حتى الحركية نتاعهم تعدلت، ولا واحد قدام الثاني حسب جهة اللعب. هذا اللي لحد دقيقة 63 واضح.